الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده 16/3/2016. معرض الأورمان بدأ بقاله أسبوع اللي في حديقة الأورمان. احنا مشتركين السنة دي لتالت سنة باسم الجمعية المصرية للأشجار الخشبية وحماية البيئة بشكل رسمي. عارضين طبعا جميع أنواع الأشجار. ده الكينو كارباز، أسرع سور طبعا للمزارع عشان جدره كتير. دي أمثلة للمورينجا، الشجرة اللي احنا بنحبها جدا. المورينجا شجرة طبية جيدة جدا، هي بس ناقصها ان شركة أدوية تتبناها والناس كلها المفروض تزرع مورينجا. دي شجرة النيم، نفس الشيء برضو، عايز الشركة تاخد منها المستخلصات اللي بتضرة الناموس وكده والحشرات. بعد كده بقى مجموعة من الأشجار الخشبية زي الحور. الحور سريع ومعروف، ينتج أشجار الحور طبعا، خشب الحور. معانا بقى المهوجني، شجرة المهوجني معروفة جدا، وخشب المهوجني معروف جدا، غالي جدا. هي بتاخد وقت لكن في الاخر عائد بالملايين. طبعا جايبين بعض الكتب على الاشجار الخشبية. ده كافور امريكاني برضو معروف، هو الكافور الليموني، اشجار الخشبية. ده السرو. ده القاية، دي شتلات قاية، نوع من انواع المهوجني برضو. دي التكسوديوم، انا بحب جدا التكسوديوم، تطلع عدلة مع نفسها، من الاشجار الخشبية الكويسة. ودي شتلات البولونيا. احنا طبعا البولونيا معاها اخر 5، فاحنا يا دوبك لسه هنطلعها اول 4 من الاقلمة، هيبقى حجمها صغير، وهنربيها الشهرين اللي هم 4 و5، وبعدين نسلمها للعملاء بتوعنا. اهم ما في الموضوع السنة دي ان احنا جايبين مميزات الخشب، مش مميزات الخشب من على النت، لا، مميزات الخشب على الطبيعة. امسك كده. يعني ايه على الطبيعة؟ يعني احنا انتجنا خشب، طبعا بعض الكتب الارشاديه عشان تيجوا تنورونا. احنا انتجنا خشب في مصر بشكل عينات. ده جذع خشب اهو، عمره 3 سنين. اول سنه طبعا بنقطع من على وش الارض، وبعد كده 2 سنين لنول. ده جذع الخشب، طبعا دي عينه. الجذع اهو لما هنفتحه، قرب شويه وخليك على الخشب. ده عمر 2 سنين باين اهو. احنا قاطعين منها حاجه 2 مللي، 2 مللي عشان نبين انها لا بتقوس ولا بتفتل ولا بتتاثر بالعوامل الخارجيه. هنسيبها هنا طول فتره المعرض عشان الكل يجي يشوفها، 1.5 شهر عشان الناس تتاكد وتشوف. قاطعين منها بوصه، طبعا العمر واضح. ادي اول سنه وادي تاني سنه نمو. فاحنا معانا عينات من خشب هنسيبها هنا في المعرض. الناس اللي من دمياط سألت، الناس اللي من المنصورة سألت، درب سعادة، في أماكن كتير بتوع الأدوات الموسيقية. طبعا بقيتها عملنا منه عرق خشب. ده أول عرق خشب في مصر من أشجار البولونيا، تشطب من إنتاج الجمعية المصرية للأشجار الخشبية. طبعا الجنب ده مش مضاف ليه أي حاجة، ده كده على طبيعتها. الجنب ده واخد قطنة سيلر، الجنب ده يا دوبك ستورج خفيف، الجنب ده ستورج تقيل عشان اللي عايز يشوف. ده العرق اللي احنا قلنا هناخده بعد اول 3 سنين ونص، 10 سم في 10 سم في طول 4 متر. ولما نستنى 3 سنين ونص تاني هناخده 9 عروق. اسألوا انتوا بقى، ارخص 9 عروق في مصر 10 سم في 10 سم في طول 4 متر بكام؟ اول عرق خشب من اشجار البولونيا في مصر. احنا بندعوكم تجيلنا تزورونا هنا في المعرض. في كتب ارشاديه عن الاشجار الخشبيه زي ما قلنا، في معلومات عن الاخشاب زي ما قلنا، على الطبيعه من شجر مزروع هنا في مصر وانتجنا منه عينات خشب عشان الناس تشوف بقيه الانواع الاشجار الخشبيه المهمه جدا. كل الناس اللي حجزت لازم تيجي عشان نشوف الخطوات ونشتغل بقى من اول 4. لازم تيجي، كل الناس اللي حجزت لازم تيجي، نقول لهم يعملوا ايه ويشتغلوا ازاي. وكل الناس اللي عايزه تحجز تتفضل تنورنا، نوريهم الشتلات ونوريهم عينات الاخشاب، وربنا يكرمنا جميعا. مع السلامه.